وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي. النهارده بقى هنعمل حاجه كله بيحبها. هنعمل فراخ مشويه على الفحم زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. جبت الفرخه تقطعيها 8، انت الراجل يقطعهالك زي ما انت عايزه، تغسليها كويس. وزي ما انتوا شايفين كده معايا حله على النار ومعايا سمنه. جربوا طريقه الشوي بتاعتي دي ان شاء الله هتعجبكم. دلوقتي هنزل بمعلقه سمنه زي ما انتوا شايفين كده. نقول بسم الله. اسيحها كده اهوت طبعا. ومعايا بصل زي ما انتوا شايفين كده، و5 فصوص توم. بصلايه واحده صغيره انا مقطعاها صغير، وطماطميه برضو مقطعاها صغير، والفرخه. دلوقتي بقى هنزل بالفرخه كده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا يا حبايبي في طريقتين للشوي. اول طريقه ان احنا بنعصر الطماطم وبنعصر البصل، ونروح واخدين الميه بتاعتهم من التتبيله ونسيبها في التلاجة، وبعد ما بنشوي بندخلهم تحت الشوايه في الفرن شويه. انا بقى الطريقه دي بتوفر عليا ان انا ما افتحش الفرن واحطهم بعد ما اشويهم، لا اخد الطعم الشوي بتاعهم على طول. فانا بديهم دلوقتي تشويحه وبسيبها تنزل ميتها، وبعد كده بشويها على الفحم. ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم وجربوها. انزل دلوقتي بقى بالفراخ معاكم. انا طولت عليكم معلش، بس بحب اقول لكم على كل حاجه علشان خاطر ايه ما تتوهش مني. زي ما انتوا شايفين كده نقلب على طول. كده ننزل دلوقتي بالبصل والقوطه على طول مع بعض، ياخدوا الطعم يبقى كده في بعض كله. وهغطي عليها بالغطا، ولا هحط لها ميه ولا اي حاجه، هسيبها هي اللي تنزل ميتها فيها بس كده. هحط دلوقتي بقى معاكم ملح، فلفل اسمر. طبعا الملح احنا بنظبطه بايدينا. انا دلوقتي حطيت معلقه صغيره توم باودر، بس بجيب معلقه بس توم باودر، بصل باودر، وبهارات فراخ. حطيت بهارات فراخ وبصل باودر وبس كده. ان شاء الله الطريقه دي تعجبكم في الشوي، احسن كمان من ان انتوا تسيبوها في التلاجة وتحطوها في ميه بصل وترجعوا تلاقوها نيه وتحطوها في الفرن بعد ما تشوي. لا دي هتسيبيها كده وتقلبيها وخلاص كده. هغطيها اسيبها تنزل الميه بتاعتها وتشربها، وبعد كده هروح مولعه الفحم واوريكم واحنا بنشوي على الفحم، واحلى فراخ مشويه تاكلوها حبايبي. ورجعت لكم تاني حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده ادي الشوايه والفحم. حطيت طبعا الفراخ في الشبكه، ودي طبعا الخلطه اللي هي طبعا ما خدت من ودت في نفسها كده اهوت، طلعت منها الخلطه دي كده. ناخد نسقسق بيها كده زي ما انتوا شايفين كده. ويا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، تعالوا شموا الريحه، تعالوا شموا وشوفوا. انا مش حاطه الفراخ كلها، انا حاطه على قد الفحم بس حبايبي، علشان خاطر بس تكفي والفحم ميتفش مني. خلص بقى واوريكم الشكل النهائي ليها. دي تقدري تعمليها جنب رز، شيبسي، اي حاجه تاكليها كده جنب السلطات مش هتقول لا. هرجع لكم حبايبي لما اخلصها واوريكم الشكل النهائي ليها. اللي عرفت اجيبه من الشوي، اصل الفحم حاجه تشوي عليه لا يمكن تسليم. زي ما انتوا شايفين كده الشكل والطعم مش قادره اقول لكم. اوعوا تفتكروا دي الفرخه كلها دي اتاكلت قبل ما اصورها، واللي عرفت اجيبه منها. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، تكون الوصفه دي سهله عليكم ان شاء الله تجربوها حبايبي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتعملوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.